واحد. نمره اتنين برضه عشان الصوره تبقى منصفه. طيب ما هو فرانكو حكم اسبانيا مثلا ما يقرب من 40 سنه، والاسبان دكتاتور اسبانيا الشهير بالظبط. والاسبان ما قدروش يفتحوا بقهم. يعني وبالتالي فهم يعني هم احنا ليسوا افضل بس في الاخر حصل ثوره على فرانكو، وحصل النقله الهائله. طب امريكا اللاتينيه كلها على بعضها كانت مجتمعات من جمهوريات الدكتاتوريه والفاشيه العسكريه، حصل ثورات هائله وانتقالات الديمقراطيه عظيمه، تحولت امريكا اللاتينيه ما فيهاش يمكن فيما عدا كوبا ما فيهاش نظام فاشيستي او دكتاتوري بقاله 15 سنه. ما هو ده حصل في الاخر. اتمنى ان احنا نكون في الاخر. اتمنى ان احنا نكون. طب فسر لي المعادله دي يا دكتور علاء. انت اديب كبير ومشغول بالواقع المصري، ويعني تقرأه وتمعن فيه كطبيب كمان. انا بتكلم على في سنة 77 18 19 يناير يخرج الناس الاف مئات الالوف في كل بقاع مصر، يعني لم تكن قاصرة الامور على القاهرة فقط، ويطلعوا يقولوا سيد بيه سيد بيه. كان سيد مرعي وقتها رئيس مجلس الشعب. كيلو اللحمة بقى بجنيه. ثم بعد 33 سنة الآن يعني احنا بنتكلم على كيلو اللحمة ب50 وفي حتت ب60، بنتكلم على كيلو الفراخ ب17 وفي حتت ب21 جنيه، وموجة من ارتفاع الأسعار اليومين دول، ولا نجد للمصريين صوتا، ولا نجد لهم حالة من حالات الاحتجاج الجماعي أو الرفض اللي شفناه في 77. ما الذي تغير وتبدل من 77 حتى 2010؟ احنا ولا الحكومة؟ لا الاثنين الحقيقة. طبعا الحكومة بقت أكثر براعة، ما بقتش البراعه في انها في 48 ساعه زودت 40% من الاسعار. هو عارف دلوقتي، هو دارس ردود الفعل اكتر من 77. 77 ارتبك لانه ما كانش متوقع ردود الفعل دي. بس في نقطه ثانيه، ان انت 77 كنت بينك وبين حرب اكتوبر سنوات قليله، 4 سنين. فكان لابد، كان لسه عندك احساس الامه. خلي بال حضرتك انه ممكن الامه في وقت من الاوقات تتحول الى مجموعه من السكان. احنا دلوقتي غالبا سكان. قعدنا فتره طويله احنا بنستعيد، احنا بنستفيق، احنا بنسترجع احساس الامه، احنا بنسترجع النحن. لان احنا كنا، انا احساسي كان انا لفتره طويله مجموعه من السكان، يعني زي علاقتي بالسكان اللي موجودين في العماره. علاقه بس ما تزيدش عن انه صباح الخير صباح النور. انما احساس الامه، طبعا حرب 73 كانت قمه احساس الامه، فكان لسه فاضل ده. واخد بال حضرتك اللي حصل انه ده طبعا ده رايي الشخصي يعني، لا اطلب الله يعني انه من اول كامب ديفيد ابتدى تصدير فكره انه المشروع القومي انتهى، ثم تحول موضوع ان المشروع القومي نوع من الشعارات، ثم تحول الموضوع ان الشعارات دي حاجه سخيفه وبنتريق عليها زي تحرير القدس وما الى ذلك. بس انا عايز اتوقف مع حضرتك على حكايه المشروع القومي، انه كتير قوي بنسمعه والشباب اللي هم اقل من 30 سنه طول الوقت يسمعوا المشروع القومي ده. مش فاهم يعني ايه مشروع قومي؟ ما هو برضه انت تصب الناس في حاجه واحده كده قهرا وقمعا وجبرا وتقول لهم ده المشروع القومي. افرض انا مش عايز يبقى مشروع قومي. ما كانتش. هو مين اللي انتخب المشروع القومي ده؟ طبعا ده هيقودنا للحديث عن عبد الناصر او غيره. لا او المعنى يعني المعنى مين اللي يختار ان ده حلم الامه؟ مين اللي يختار ان ده مشروع الامه؟ انا معاك 100% انه انت يعني عبد الناصر كان يعبر عن الشعب المصري، ولكن بدون اي اليات تمكن الشعب المصري من تاكيد اختياره لعبد الناصر. وعبد الناصر ترك يعني زي ما قال الشاعر الجواهري، قال كان عظيم المجد والاخطاء. وانا في رايي انه هو جاب المجد الاول. احمد فؤاد نجم قال عمل حاجات كتير معجزه وحاجات كتير خابت بالظبط يعني كده. ومكنه الاستبداد اللي موجوده في مصر الان للامانه وللانصاف هي اتعملت ايام الرئيس التروس الناصر بتاعها ايام عبد الناصر طبعا. ولكن انت لما تحس ان انت رغم كل هذا، انا قابلت ناس من اللي اشتغلوا مهندسين اللي اشتغلوا في السد العالي كتير، الاحساس اللي بيوصفوه انا ما شفتوش، يعني انا الجيل بتاعي ما شافوش خالص. اللي هو فكره ايه؟ ان احنا نشتغل فنعمل السد العالي فنروح فنشتغل ايام الاجازات ونشتغل من غير اوفر تايم، لان انت بتبني مصر. ده ما بقاش موجود. انت المشروع العام خلص، والدولة صرحت بأن الموضوع خلص، وكل واحد يروح يربي عياله. ومش بس كده، ده أكبر مسؤولين في مصر بيقولوا كده، بيقول هو أهم حاجة إيه؟
يقول لك هو ان انت تربي عيالك. طب انا عارف ربيهم يا دكتور، ما المصريين بصوا دلوقتي نفسهم عارفين يربوا عيالهم يبقى على كل النواحي، يعني من الناحيه الاخلاقيه، من الناحيه التعليميه، من الناحيه الوظيفيه، وانه نشتغل. احنا عارفين نربي عيالنا بجد بصدق. لا طبعا خالص، ما هي دي ما هي دي المفارقه، ان انت لما كان عندك امل ومعاني كبرى عايز تحققها، ها، وكنت بتتحمل يعني شظف العيش عشان تحقق المعاني، جه حد قال لك المعاني دي سيبك منها عشان تاكل عيش، فالمعاني راحت واكل العيش راح. يعني انت خسرت كل حاجه. على الاقل يعني الشعب المصري كان فقير في معظم الاوقات، كان فقير، بس كان فقير وعنده كرامه، كان فقير وفي معاني عايز يعملها، كان فقير ولما تقول مصر في اي حته في الدنيا انت مصري، دي حاجه كبيره جدا. الان طب اصبح دلوقتي ساعه الماتش يقولوا مصر فيخرج الجمهور في الشوارع ويبقى علم مصر ويبيعوا علم مصر دي ظاهره في علم النفس اللي هي الانتماء البديل. الانتماء البديل ازاي؟ طبعا ده موجود في الكره في الدنيا كلها، ولكن في اوقات اللي قنوات الانتماء الحقيقيه بتتسد. ما انا ما اقدرش انتمي لبلد لا عندي حقوق فيها، وممكن اتضرب في اي وقت واقمع واعتقل، ولا صوتي يفرق في مين اللي يحكم اصلا، ولا صوتي يفرق في اي حاجه. يبقى الانتماء هنا بيضعف، الانتماء الطبيعي كويس. فبتفتح له انت قناه تانية اللي هي الكوره. مش ليه يا دكتور؟ يعني لو انا شاب مصري حاسس ان حقوقي منتزعه، وحاسس ان انا مش لاقي نفسي ومش لاقي اشتغل، وطالع عيني اللي خلفوني وكفران من البلد وعايز اهاجر، ليه افرح ان ابو تريكه حط جول وخدنا بطوله افريقيا وهيص وليه اكره جدا الجزائر وابقى عندي حقد مجنون وهوسي واسود داخلي عشان خدت مني مقعد الجزائر؟ معلش، موضوع الجزائر ده موضوع كبير، احنا طبعا اخطاء فيه كانت جسيمه، واخد بالك، والحقيقه للامانه نحن الذين بدانا بالاخطاء. انما انت متاكد انها كانت اخطاء ولا جرائم؟ يعني طبعا اخطاء تصل الى الجرائم. طيب خليني اقول ليه انتمي واحب فريق منتخب مصر رغم ان انا مش منتمي لمصر. طيب اذا كان الموضوع انا هرد على حضرتك بمشهد. انا متاكد ان انت قريت الروايه دي، هي روايه ذكريات من بيت الموتى للروائي العظيم فيودور دوستويفسكي، وهو بيوصف مساجين في سيبيريا حالتهم تعيسه جدا جدا، وجات اداره السجن تشتري حصنه، واخد بالك، فالمساجين اللي هم حالتهم يعني صعبه جدا ابتدوا يتخانقوا عشان يفحصوا الحصنه، علشان وانقسموا رايين ان احنا نشتري الحصان ده ولا نشتري الحصان ده، لانه هيبقى سعيد جدا لو رايه اداره السجن سمعته واشترى الحصان ده. السؤال هنا، انت مال علاقتك بالحصانه دي؟ ده انت سجين وفي سيبيريا وحالتك تعيسه جدا. الانتماء هو نزوع انساني، يعني احساسك بالانتماء ده احتياج، واخد بالك، مش مجرد انه واجب وطني. انت عايز تبقى تبع حاجه، واخد بال حضرتك، مش معقوله تبقى معلق في الهوا كده. والهجره لا تحل مشكله الانتماء، بالعكس تفاقمها. يعني اذا كنت انت حاسس ان انت مش منتمي هنا، سواء رحت الغرب او الخليج هتحس ان انت منقطع تماما هناك. فالكوره هنا بتعمل حاجه لطيفه، ان انت بتمارس انتمائك وتعلم انك هتخرج في مظاهره ما حدش هيضربك ولا ينفخك ولا بالعكس انت اللي ممكن تضرب وتنفخ بالظبط. وفي نفس الوقت ايه بقى؟ الكوره فيها حاجه مهمه جدا، ان القواعد عادله وشفافه وتسري على الجميع، وهو ما عدا الاهلي يا دكتور. بالظبط، ما عدا الاهلي داخل ماتش الكوره. وبالتالي ده بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا ما افتقر اليه في حياتي اليوميه، العداله اللي انا مش شايفها. خلي بال حضرتك بتتحقق في الملعب. بس طبعا لان انا في حياتي اليوميه كمصري القواعد ليست عادله ولا شفافه، وفي الغالب لا توجد قواعد ولا تسري اطلاقا على الجميع. فلما تحس انك لمده 90 دقيقه استعدت اللي انت محتاج اليه في حياتك اليوميه، لابد ان انتمائك يكون اكبر. عظيم، ده تفسير شديد الاهميه للانتماء الكروي، لكن يفتح لنا مره اخرى